السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. قبل ما اقول الفيديو بتاع النهاردة، نصلي على حبيبنا وشفيعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشكر كل اللي بيشترك في قناتي وبيعمل لي بصمة. ربنا يا رب يسعد أيامكم ويرزقكم جميعا من حيث لا تحتسب. في ناس بتقول لي يا بنتي يا بطة، احنا عايزين نعرف ازاي نخلي طيورنا تبيض وازاي نخليها ما تقطعش بيض. عايزة اقولك على حاجة مهمة اوي. الطير عشان ما يبيض معاكي لازم ياخد نسبة بروتين. طب هنجيبها منين؟ عندنا كذا حاجة، زائد ان في بعض الاخطاء احنا بنعملها بتخلي الطيور بتاعتنا ما تبيضش. زي ايه يا بنتي يا بطه؟ قلت لكم كذا مره يا جماعه، في حاجات بنحطها لطيورنا بتخليهم ما تبيضش. العيش المبلول، الاكل المعجن، ده غير صحي نهائي على الطيور. يعني ايه ندي ايه؟ طب ما هو بواقي اكل مش مشكله الطير. الحاجه المعجنه قوي تخلي الطير يربي دهون. بصي دي بواقي شوربه، بص حطها لهم. ده لسه هقولك على الوصفة النهاردة. انا لا برمي شوربة ولا برمي زيوت باقية عندي ولا اي حاجة خالص، ولا قشر بصل ولا قشر توم ولا قشر بطاطس ولا اي حاجة. كل ده بتجمعيه على بعضه وتسلقيه وتحطيه له طيورك. ده في بروتين ونشويات وفيتامينات عالية جدا لجميع الطيور. وعايزة اقولك على حاجة، الطير عشان يبيض معاكي لازم تديله من اول يوم تحصينات عالية قوي. يعني تدي صدف، عشان الصدف خلي بالك من الحاجات المهمة اللي بيقوي عظم الطير وبيخليه في حالة نشطة جدا. خلي بالك احنا ليه بندي الصدف ده من اول يوم؟ لان الصدف بيخلي الطير جامد. عارفة يعني ايه؟ يعني الطير لما يجي يكبر عظمه يقدر يشيله، ولا ايه؟ لو الطير ضعيف وهو يشيل لحم بالصلاة على حبيبي المصطفى هتلاقيه مش هيقدر يكمل معاكي، هيهنج معاكي بسرعة. ادي دي حاجة. تاني حاجة ان انا لازم ادي باستمرار مرتين في الاسبوع معلقة كبيرة خل على لتر مية. ليه بقى؟ لان دي بتسيح نسبة الدهون وبتطهر لحم الطير وما تخليش يكون بيض على عنقود البيض، دهون على عنقود البيض، سامحوني. تمام. صلي على حبيبك المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. فعايزه اقولك ان تربيه الطير مش سهله. علشان تدي فيتامينات لازم تدي حاجات طبيعيه قبل ما تدي حاجات بيت من عند البيطري. ليه بقى؟ الحاجات الطبيعيه فيها فوائد اكتر غير الحاجه اللي هي فيها مواد كيميائيه. خلاص. عايزه اقولك على حاجه، في وصفه مهمه أوي بعملها لطيوري. بصي الوصفة دي عبارة عن ايه؟ بصي صلي على حبيبك المصطفى. بصي بسم الله الرحمن الرحيم. دي بسلة مجففة، مش هلحق اقول انا عارفة لان هما بيحبوها. بسلة مجففة على قمح على بواقي اكل البيت، بواقي اكل البيت، اي بواقي عندك. البسلة المجففة فيها نسبة بروتين عالي جدا، مغذي جدا لجميع الطيور. عايزة اقولك في حاجات رخيصة موجودة انتي غفلانة عنها، واحسن 100 مرة ما تاكلي علف صافي. عندك بسلة مجففة فيها نسبة بروتين لجميع الطيور. عندك القمح بيربي لحم وبيكبر الطيور بسرعة جدا وبيخليكي ما تحتاجيش حاجات مضادة للسموم. زي ما لازم نحط مع العلف ده لازم تدي حاجات مضادة للسموم لما بتدي علف صافي. بتسلقي الحاجة دي. عارفة ليه بسلقها؟ بس أنا بقى لما بسلقها ما بتعجنيهاش، بتسيبيها قبل التكة الأخيرة. يعني تسيبي لها قطمة. ليه بقى؟ لأن الحاجة المعجنة هتربي له دهون، يبقى أنا كده ما عملتش حاجة. هو ده اللي أنا عايزة أقوله لك. في حاجات مهمة زي البسلة المجففة حطيها لطيورك. انا بلم بيه كل ده بسلقه في الشوربه. وطبعا زي ما انت عارفه ان الشوربه فيها حاجات تعويضيه بالنسبه للعلف، لان انا لما بحطش علف لازم احط حاجه فيها نسبه ملوحه. فطبعا الشوربه فيها ايه؟ بتزودي فيها نسبه الفلفل الاسود لان ده مهم جدا عشان البرد.
بتحطي فيها جنزبيل، بتحطي فيها كمون، بتحطي فيها ملح، واهم عشبتين بقى وانت بتسلقي البسله المجففه والقمح، الكركمه والجزامه، لان دولت مهمين جدا. كل اللي انا بقولك عليه ده بيساعد على زيادة البيض، ان الفرخة تبيض وما تقطعش بيض، وفي نفس الوقت بيساعدوا على الهضم. وليه بقى الهضم بالنسبة لي مهم زي ما قلتلك قبل كده؟ لان الهضم، الطير لما يهضم كويس هياكل معايا اسرع وهيكبر معايا بسرعة. الطير لو معدته فيها اسهال، في عنده اسهال، عنده امساك، عنده في ميكروبات، في انتفاخ، في غازات، عارف ان هو طير مهنج معاكي. لازم تديله باستمرار مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع فحم او فلاجين مع الخل. الخل يا جماعة من الحاجات اللي بيساعد على زيادة البيض، خليش فيه دهون نهائي على عنقود البيض. الحاجات دي بسيطة قوي من مطبخنا. زائد انك لازم تدي حاجات مضادة للدهون، حاجات مضادة يعني زي القمح، زي الخل، زي الجنزبيل، زي الكركم. رائع رائع، من الحاجات المهمة جدا، لازم تحطي له تشوري. اكتر من كده ايه مش عايزة اقولك يعني. زائد الصدف بقى، عايزه الطير بتاعك يبيض فعلا وما يقطعش بيض، اعملي اللي بقولك عليه، حطي صدف كتير. بصي بقى انا بعمل الوصفه ازاي. بواقي اكلي اهو قدامك اهو، بطلع اهو بواقي اكلي باي بواقي عندك في الشوربه، وحطي التشوري. الوصفه دي بصي بقى، بصي واحنا بناكل طيورنا. يلا يا بطاطا كلوا ما تخافوش، عشان انا على فكره بصي عايزه اقول لك بقى، اعملي الوصفه اللي بقول لك عليها دي. ما تمنعيش القمح من قدام الطيور نهائي، بس حطيه لا اما منبت لا اما مسلوق، مع البسله المجففه، مع شويه الاعشاب اللي قلتلك عليها، الكركمه والجزامه والفلفل الاسود والكمون والجنزبيل والكركم. وطبعا تزودي نسبه البصل. البصل على قد ما تقدري، منه علاج ومنه بيساعد على زيادة إنتاج البيض، خلي بالك، وزيادة وزن الطيور، وصحي جدا جدا، أكتر حاجة مضاد حيوي. أجي أقول لك إيه بقى تاني؟ أتمنى يا رب إن أنتي تكوني بتستفيدي من قناتي، وبشكركم على متابعتي، وربنا يا رب يجازيكم خير عني إن شاء الله رب العالمين. وأسيبكم دلوقتي في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.